انا عايزه اخس. ايوه عايزه اخس، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح لدكتور دايت، صح؟ فبروح لدكتور دايت، يا دكتور انا عايزه اخس 10 كيلو. عينيا حاضر، يلا بينا نخس. نكتب دايت، نمشي شويه، نقف في نص الطريق ما نعرفش نكمل، او يجي لنا احباط، نبدا ما نروحش للدكتور الدايت تاني. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان انت قررت تروح لاخصائي تغذيه. فهو الطبيعي ان هو يعمل لك ايه؟ هياخدك من مرحله ان انا عايزه اخس، هياخدك في الاكشن على طول، يلا بينا نخس. هو في مرحله قبلها مهمه جدا ما بياخدش باله منها غير لو كان هيلث كوتش. ليه؟ لان الهيلث كوتش هو فاهم بيهيفير، فاهم تغيير سلوك، عارف ان هو لو خدك من الحته دي للاكشن على طول انت مش هتكمل. فلازم يعدي الاول على مرحله مهمه جدا ان هو يحضرك للاكشن، يديك خطوات صغيره تشجعك ان انت تخش على الاكشن. طب ايه رايك نجرب كذا؟ فانت ترجع له المره الجايه، اه والله ده فرق معايا وجاب فيدباك كذا. فنبدا ندخل على ده. لما ندخل على الاكشن ايه اللي يحصل؟ تبدا ان انت خلاص انت مريت على الحته اللي انت مستعد، حضرتك، دخلنا في الاكشن. بعديها نفضل بنكرر وبناخد الخطوه الصغيره دي بتكبر يوم عن التاني، بناخد خطوات تانية. فنبدا نتحول من الاكشن ده نوصل لايه بقى؟ لحته الاستمراريه. ودي اللي بتهمني، لان الاستمراريه اهم بكتير جدا ان انت تاخد اكشن على طول وتقف في نص الطريق. وصلت؟